ركز معايا قوي بقى بالذات الحلقه دي يا صديقي. خدنا الثلاث نقط والثلاث ماتشات اللي كانوا قبل النهائي خدناهم كلهم بالعلامه الكامله 9 نقط. الدوري بيقرب واحده واحده زي الفل، محافظ على الكلين شيت، كل ده جميل جدا. بس الماتش ده بالذات قصاد سيراميكا يقلق ويخوف جدا، رغم ان فيه ايجابيات لكن بشكل عام كده الموضوع ما يطمنش. وقبل ما ندخل في الحلقه وفي التفاصيل بقى، يلا يا باشا اخبط لايك واعمل شير ويلا بينا ندخل في الحلقه. الشوط الاول مستر كولر بدا بطريقته 4-3-3، ولكن انا بسميه ان الشوط ده شوط يخض بالمعنى الحرفي للكلمه. اول حاجه غياب حمدي فتحي، بصراحه الواحد عرف قيمه حمدي فتحي دفاعيا وهجوميا في الماتش ده. مستر كولر متفقين انه عامل سيستم واحد ماشي على الكل، فحتى لو حمدي فتحي غاب هيقوم بالادوار بتاعته اليو ديانج واحيانا عمرو السوليه، لكن حمدي فتحي بصراحه مفيش حد زيه بيقوم بالادوار بتاعته سواء دفاعيا او هجوميا. واتمنى يا رب ان شاء الله ان اصابه حمدي فتحي زي ما بيتقال ان هو هيلحق ماتش الوداد، بس يكون جاهز بنسبه 100%، لان لو حمدي فتحي ما شاركش في اللقاء ده هتبقى حاجه وحشه جدا لينا. الكابتن حلمي طولان هو اكتر واحد ذاكر مستر كولر بشكل كويس. النادي الاهلي تقريبا الشوط الاول كله ما عملش غير هجمه. حلمي طولان بيلعب بطريقه 4-1-4-1 ونازل كله في نص ملعبه وبيحاول يلعب على التحولات عن طريق سرعات احمد ياسر ريان وصلاح محسن، تضييق الخطوط، وكل لعيب عارف هو ماسك مين او ماسك منطقه ايه بالظبط. النادي الاهلي ما كانش عارف يخترق خالص. ضيف على كده كمان ان الزيادات الهجوميه جوه الصندوق كانت قليله جدا، يعني الاختراقات اللي كان بيعملها حمدي فتحي جوه ويلعب براسه بقى ويعمل الكلام ده ما كانش موجود. فدايما كنت تلاقي علي معلول او محمد هاني بيرفع الاوفر لكهربا لوحده ومفيش اي حد معاه، فتعدي من الجنب ده للجنب الثاني، مع الوضع في الاعتبار ان كهربا يعني بيلصم حته المهاجم وعامل فيها شغل كويس جدا، لكن هو مش مهاجم صريح بالمعنى الحرفي للكلمه. يعني اللي قلق كمان الماتش ده ان انت بتلعب بالتشكيل الاساسي اللي هتلعب بيه قصاد الوداد، مفيش غير محمد الشناوي بس اللي هينزل مكان شوبير، وحمدي فتحي اذا كان سليم هينزل بقى مكان عمرو السوليه، انما بقيه اللعيبه كلها هو ده التشكيل بتاع النهائي. فان انت مش قادر تعمل هجمات او تخلق فرص على فريق سيراميكا بالذات الشوط الاول، دي حاجه تقلق جدا. وتقلق ليه يا باشا؟ لان مستر كولر معودنا انه قدام اي فريق وقدام اي خصم وقدام اي حد بيلعبك باي حاجه انا هعمل عليك فرص وهكسب 1 و2 و3 ومش هتدخل فيا جوان. فلما تبقى قاعد بتتفرج على النادي الاهلي شوط كامل مش عارف تعمل فيه غير هجمه واحده، ربنا يستر. والهجمه فعلا كانت من مجهود فردي عن طريق حسين الشحات في الدقيقه 25 اللي دخل واخترق من العمق. المهم وصلت لكهربا يحطها بسن الجزمه. كهربا النهارده كان متسرع جدا في اغلب قراراته وما كانش مركز، فنتمنى ان شاء الله ان في ماتش الوداد يكون فايق عن كده. شوط يخض وماتش يقلق لان كميه ميس باص من كل اللعيبه ما تعدش بقى يا باشا. علي معلول ميس باص، اليو ديانج، عمرو السوليه، حتى مروان عطيه اللي كان يعني احسن واحد شويه في نص الملعب، الا انه برده كان بيعمل ميس باص كتير جدا، ودي حاجه ما اعتدناش عليها مع النادي الاهلي مع مستر كولر. ومحمد عبد المنعم والثقه الزياده عن اللزوم. ثقه زي ده ايه يا عم؟ ده بيهزر والله العظيم ثلاثه. محمد عبد المنعم كان بيهزر امبارح. عارف لما تجيب كام واحد كده وتنزلوا تلعبوا في الحاره ماتش او تاجروا ملعب خماسي تحت الكوبري ويقولوا يلا يا جدعان نشكل على بعض؟ او محمد عبد المنعم كان فاكر الماتش كده امبارح، يروح ويرجع بالكوره ويروح ويرجع بالكوره، يعني تهريج انا ما شفتش كده بصراحه، ولازم واقفه مع محمد عبد المنعم. ضيف على كده كمان محمود متولي والسرحان كده، الكوره اللي لبس فيها انذار لما حب يرجع تاني واحمد ياسر ريان خدها منه، تحس ان اللعيبه كلها متعاليه على الكوره. المهم طبعا ان كل اللي حكيته ده كده في الشوط الاول يبين الشوط الاول كان عامل ازاي، ويخلص طبعا الشوط الاول 0-0. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. مع بدايه الشوط الثاني طبعا تعليمات مستر كولر، انا عايز اكسب الماتش ده. مستر كولر بيبص للماتش بماتشه، فانا عايز اخد الثلاث نقط عشان نشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. التعليمات كانت واضحه جدا لكل اللعيبه، بالذات الخماسي اللي قدام سواء كان كهربا او الشحات او بيرسي تاو وعمرو السوليه وديانج، زيدوا جوه الصندوق. الباكات لما ترفع تلاقي حد جوه، حتى لما اخش اخترق من العمق الاقي واحد اسند عليه واعمل 1 2. وطبعا مع الزياده العدديه للنادي الاهلي جوه الصندوق، فريق سيراميكا كليوباترا شيء طبيعي طبعا هيرجع ويرد ويحاول يلعب على المرتدات اللي حلمي طولان اشتغل عليها الشوط الثاني بالذات. وفعلا في الدقيقه 50 قدر صلاح محسن يسرق عبد المنعم كده في ظهره وياخد الكرة ويروح انفراد، ولكن عندنا حارس بسم الله ما شاء الله عليه مصطفى شوبير ينقذ جون. كانت النتيجه 0-0 هتبقى 1-0 لسيراميكا كليوباترا، وكان ممكن الماتش يتعقرب بطريقه رخمه جدا، وربنا ستر معانا، لان الماتش ده لو كان طلع تعادل او لا قدر الله كنا خسرنا ما تعرفش معنويات اللعيبه في الفاينل كانت هتبقى عامله ازاي. فالثلاث نقط النهارده يروح الفضل ليهم بعد ربنا سبحانه وتعالى لمصطفى شوبير قبل حسين الشحات. ومع الزيادات العدديه اللي قلنا عليها جوه الصندوق تتلعب واحده من محمود متولي حلوه جدا لحسين الشحات، يوقف كده ويلم على جوه زي ما بيعمل على طول ويحط جون حلو قوي. زي ما قلنا قبل كده ان حسين الشحات لو هيلعب ناحيه الشمال
هيبقى هيسجل اهداف اكتر، ولو هيلعب كوينج رايت ناحيه اليمين مكان بيرسي تاو هتلاقيه بيعمل اسيستات اكتر. حسين الشحات واحد من اميز اللعيبه للنادي الاهلي السنه دي، وواحد من اكتر اللعيبه المساهمه في الاهداف سواء بصناعه او بتسجيل. والراجل ده تقريبا كده كان يعني بنعد ايامه في النادي الاهلي، دلوقتي باذن الله يقعد ويدي موسم واثنين وثلاثه ان شاء الله. بعد الرجوع للفار والتاكد من صحه الهدف نلعب بقى لعب تجاري كده لحد اخر 10 دقائق، يبدا يعمل تغييراته وينزل محمد شريف واحمد عبد القادر ويسحب حسين الشحات ويسحب كهربا اللي ما كانش موفق خالص النهارده. محمد شريف الحقيقه نزل عمل مجهود حلو جدا بالضغط بتاعه، وقدر يعمل كورتين لبيرسي تاو. بصراحه مش عارف يعني نعمل ايه تاني، يعني بيرسي تاو انفرادين ورا بعض، على الاقل واحده منهم تدخل على الاقل، يعني ان ما كانش الاثنين. يعني الماتش ده كان تمامه يخلص 3-1 مثلا. ودي الكارثه الثانيه اللي ظهرت في الماتش ده، ان انت مش قادر تستغل الفرص. وفي الوقت الضايع كوره كده طايشه من محمد توني شوطها حلوه جدا وسط الزحمه، ولكن مصطفى شوبير برضو قدر ببراعه يصدها عشان يحافظ على النتيجه 1-0 ويخلص الماتش 1-0 ويفوز النادي الاهلي بالثلاث نقط. قلنا تاني الفضل في الثلاث نقط دول اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى لمصطفى شوبير. كنت ممكن تخسر او اضعف الايمان تتعادل، يخلص الماتش بنتيجه 1-0 ويلا بينا نروح على الملاحظه. اول ملاحظه طبعا ان دي البروفا الاخيره قبل ماتش الفاينل قصاد الوداد، وللاسف البروفا دي تخوف، وده اللي قاله مستر كولر. مستر كولر قال لو لعبنا كده قصاد الوداد مفيش نهائي ومفيش كاس. اتمنى بس ان دي تكون حاله تشتيت بسيطه في ذهن اللعيبه، لان دول بشر في الاول وفي الاخر ومركزين اكيد في ماتش الفاينل وبيحاولوا يحافظوا على مجهودهم وعلى رجليهم ومش عايزين يتصابوا. فاتمنى ان الحاله دي كان سببها كده، ونشوف شكل مغاير تماما في ماتش النهائي قصاد الوداد ان شاء الله يكون هو كده. النقطه الثانيه وهي خاصه بمصطفى شوبير الحارس الواعد اللي ظهر السنه اللي فاتت في بطوله الرابطه وعمل ماتشات هايله جدا، وبالعكس السنه دي كمان اتطور اكتر واكتر. اتمنى ان الحارس الثاني هو اللي يكون مصطفى شوبير بعد محمد الشناوي. ايه المشكله يعني لما يكون الحارس بتاعك عنده 23 سنه؟ ما هي يعني مش توريث، او مش الموضوع احنا مش شغالين في وظيفه حكوميه عشان نقعد ندور على مين اللي يترقى ومين اللي ياخد مكانه. القصه مش قصه سن، ولازم نخرج بقى بالفكر دوت ان محمد الشناوي رقم واحد وعلي لطفي رقم اتنين ومصطفى شوبير رقم تلاته، عشان محمد الشناوي اكبر واحد وبعديه علي لطفي اقل منه شويه في السن وبعديه مصطفى شوبير اصغر واحد. مصطفى شوبير عنده 23 سنه يعني عز الكوره. ليه ما يبقاش الحارس الاساسي بتاعنا عنده 23 سنه؟ ليه ما يبقاش حارس منتخب مصر الاساسي عنده 23 سنه؟ ايه المشكله يعني؟ ليه ما يبقاش القعده والكلام مع مصطفى شوبير ان انت يا ابني ان شاء الله هتبقى الحارس الاساسي بعد محمد الشناوي؟ ليه ما تعيروش سنه وياخد فرصه في فريق كده في منتصف الجدول من اللي بيجي عليهم فرص كده كل ماتش 10 12 فرصه، يبان اكتر وياخد خبرات اكتر ويرجع لك مصطفى شوبير يبقى هو الحارس الاساسي، خصوصا ان كيرف محمد الشناوي مع الوقت اكيد هينزل، فيبقى انت جهزت نفسك لحارس تاني يكمل بقى معاك 10 سنين قدام. النقطه الثالثه وهي خاصه بحمدي فتحي، ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ويلحق ماتش الفاينل قصاد الوداد. حمدي فتحي سمعنا كلام كتير قوي الفتره اللي فاتت عن تسويقه في قطر وتحديدا في نادي الوكره. اتمنى لو عايزين تسوقوا حد وتطلعوه من خط النص عندنا يكون عمرو السوليه او حتى اليو ديانج، لان حمدي فتحي في الخطه بتاعت مستر كولر لا غنى عنه ومالوش بديل، خصوصا ان عمرو السوليه دلوقتي تقريبا 33 سنه، فيعني يشوف له حاجه حلوه كده باللي في النادي الاهلي يأمن برضه مستقبله في حته تانيه. والاهلي عمل الحركه دي كتيره مع لعيبه يعني، وفي نفس الوقت تبقى حافظت على رمانه الميزان بتاعت خط النص اللي بيعتمد عليها مستر كولر في خططه الدفاعيه والهجوميه. النقطه الرابعه وهي خاصه بتضييع الفرص، ما ينفعش اللي شفناه النهارده نشوفه في ماتش الوداد. لو نفتكر ماتش الرجاء اللي كسبناه 2-0 هنا في القاهره، هم فرصتين جم، واحده هيد لعبد المنعم والثانيه الكره بتاعت حمدي فتحي جون. كانت الفاعليه الهجوميه للنادي الاهلي و2-0 هي اللي عدتك على فكره. الفاعليه الهجوميه للنادي الاهلي كانت عاليه جدا، واستغلال الفرص المحققه يعني كانت من احسن ما يكون. قصاد الوداد انت مش هتلاقي كميه الفرص دي، بيرسي تاو مش هيروح انفراد عند نقطه الجزاء ويحطها في السماء. لازم تركز في انهاء الهجمه، لان انت ممكن يجي لك في ماتش الوداد كله هنا في القاهره هم هجمتين تخلصهم بجونين وكل سنه وانت طيب. محتاجين تركيز عالي جدا واعداد نفسي للعيبه بشكل كبير جدا، والدور ده طبعا هيقع على الجهاز الفني ومستر كولر ومعاه كمان الطبيب النفسي. الافضل النهارده طبعا بالنسبه لي مصطفى شوبير، بسم الله ما شاء الله عليه، حارس مستقبل واعد جدا جدا. اما بالنسبه للاسوأ على كل الاصعده محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عايز يتقعد معاه قعده كده وياخد دش سخن. ما عنديش اي خلاف على امكانيات محمد عبد المنعم ان هو احسن سيرد باك موجود في مصر، بس الثقه بزياده قوي دي ملهاش اي لازمه. انا حاسس ان الراجل بيعند، كل ما نقول عليه ان هو واثق في نفسه تزيد تاني الثقه وتقلب غرور. في النهايه الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز بالثلاث نقط والاقتراب من الدوري المصري المحسوم خلاص بنسبه تقريبا 100%. مساله وقت مش اكتر، وان شاء الله ان شاء الله
يكون الماتش الجاي قصاد الوداد في الفاينل، نعمل ماتش حلو ونعمل نتيجه تريحنا قبل ما نروح المغرب ان شاء الله، وتكون دي البطوله ال11 للنادي الاهلي باذن الله. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.